لاعبين منتخب وطني. يلا. غرفة بيها نبيل عباس مدافع منتخبنا الوطني. نبيل عباس ايش تسوي؟ السلام عليكم. والله ودي ملابس اللوندري. لوندري. اوكي، انت اليوم ما شاركت لكن اكيد ما حزنان على هذا الموضوع. فرحتك كبيره لان اليوم عرس عراقي. طبعا شيء اكيد، الحمد لله. طبعا تعرف يعني كسر الحصار، هاي مباراتنا اللي كانت اول مباراه لنا بالعراق، وان شاء الله المباراه الثانيه في بغداد، وان شاء الله نشوف الاجواء بغداد تختلف نهائيا عن اجواء ولا ماكو فرق ان شاء الله. بس تعرف يعني اليوم لاعبين يعني اثبتوا اول شيء جمهور الوفي اللي حضر المباراه، اعتقد يعني من اربيل او سواء من بغداد او من البصره، كل ان شاء الله شعب واحد احنا. فاللاعبين قدموا في شيء بسيط هديه للشعب العراقي، واللي تعودوا طبعا شعبنا بانه افراح دائمه من لاعبين منتخبنا، وننسى ان شاء الله الخسائر اللي راحت ذي الايام، ونفتح صفحه جديده ان شاء الله. ان شاء الله. تتمنى انه منتخبنا الوطني مباراه في النجف؟ طبعا شيء اكيد، يعني احنا امنياتنا كلها ان تكون اول مباراه لنا بغداد صراحه. يعني تعرف ملعب الشعب، الملعب الكبير اللي يحتضن جمهور الوفي، ونتمنى سواء كانت في النجف او البصره. ان شاء الله هذا يدل بانه منتخبنا ان شاء الله قادر على تحقيق الانجازات ان شاء الله في ارضنا. طيب نبيل، شو تقول للجمهور بغدادي؟ ينتظركم على حر من الجمر بعد هاي المباراه الجميله اليوم، شو تقول لهم؟ والله ان شاء الله إن كل احنا اللاعبين مصممين بانه حتى اللاعبين المحترفين ضمنهم يونس وهوار بانه يحضرون الى بغداد ويثبتون للعالم بانه ما توجد اي ان شاء الله مشاكل، والحمد لله تعرفت الوضع الامني والانجازات اللي حققتها الحكومه. فنعتقد بانه لاعبين ان شاء الله حضورهم بغداد يعني ضروري يكون ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله حضوركم والجمهور راح يحل المباراة، وايضا يصير عرس ثاني وتستمر الاعراس في العراق. ان شاء الله ان شاء الله، وهاي تكون مباراة مع فلسطين فاتحة خير ان شاء الله. نبيل، اشوف علاقتك بيها وايد دريسات. هذا واحد وانت لابس واحد، هاي اثنين هناك جوا. اثنين همك جوا؟ اي والله اثنين. زين هذا 25، هذا يا رقم. هذا 26. زين هذا وانت صاعد. هذا مالنا. الاثنيناتي، هذا مال التمرين وهذا مال المباراة. ورقمك الحقيقي بالمنتخب؟ رقم الحقيقي هو 20. يعني بعد اكو دريسين. لا هذا ما تلقاه مستحيل. يعني ما اعرف انا هسه، هاي موضوع جديد طبعا. احمد عريب يصور هذا الموضوع. لاعب 4 دريسات و4 ارقام. فايخ. نتحقق بعدين من هالموضوع. يلا شكرا نبيل. شكرا. طبعا وصلنا لاحد الغرف لكن ما نعرف منو بالداخل، خلينا نشوف. اذا هسه علاء قاطع لبس الدريس ماله ولبس شفقه. علاء قاطع خلينا نسوي وياك لقاء. علاء قاطع، انا ما اتمناك تكون حزين لانه انت ما شارك. لا بالعكس، لا ماكو اي فرق بينه وبين محمد او ادي. ان شاء الله نفس واحد وقلب واحد ان شاء الله، والنتيجه هي صب يعني بمصلحه العراق. طيب قل لي، على اول ما نزلت للملعب يعني كنت متخيل وضعيه الجمهور او هذا الجو اللي راح تعيشه؟ بالضبط. اي يعني حاسب حساب هيك وضع وهيك جمهور، يعني جمهور وفي يعني الصراحه، وافرحنا لهذا الموقف. واتمنى هذا الشيء يتكرر في بغداد، وانا متاكد انه يتكرر في بغداد وتكون الفرحه يعني الفرحه اضافيه، فرحه ثانيه ان شاء الله. وهذا يسعدني ويسعد الجمهور العراقي، يسعد المنتخب، يخلي يقدم عطاء ثاني اضافي ما قدم في خارج الملاعب الاستضافات، مثل ما كان ملعبنا الاردن او كان ملعبنا سوريا او كان ملعبنا الامارات. هنا راح يختلف الوضع، كان راح يتضاعف العطاء ويتضاعف المجهود في خاصة في ملعبك ومرتاح تلعب مرتاح، ان شاء الله يقدم في الشيء يعني يليق بالكرة العراقية. طبعا علاء، انا كان عندي حديث مع مدرب حراس المرمى كابتن طيارة، قال لي بوجود علاء قاطع وعدي طالب ومحمد قاصد حراسة مرمى العراق بألف خير. والله هذا شرف لي، انا اذا هيك هاي شهادة لي احتز بها ومثل ما تعرف محمد قاصد هو اعتقد هو يعني الحارس الامين مثل انا بهذا الشيء، وعدي هو مثلي يعني ومثلي، وان شاء الله هو بخبرته ان شاء الله، وانا حارس شاب ان شاء الله اقدم في الشيء للكره العراقيه، يعني ان شاء الله يرضيني ويرضي جمهوري ويرضي نفسي ان شاء الله ويرضي الرياضيين المتابعين ان شاء الله. طيب شو تحب تقول لجمهور بغداد اللي منتظركم على نار؟ مو هو منتظر، احنا منتظرين. والله احنا منتظرين هالمباراه ان شاء الله، يعني على حر من الجمر، نتمنى نوصل ملعب الشعب. هذا في الشيء يعني شو اقول لك، عرس ثاني راح يصير، عرس يعني عرس كروي جميل جدا، كسر الحصار وكسر هاي يعني الهموم اللي عند اللاعبين، يعني الجهد اللي يسافر لغير دوله ويحس بغير ضغوطات يعني شلون فيرجع يلعب بلده مرتاح طبعا، وهذا الشيء يسعدنا يسعد الجمهور. اكيد موفقين ان شاء الله، وان شاء الله نشوفكم حراس مرمى رقم 1 ان شاء الله. قلب الله يخليك. بس قبل اوقف على قاطع، منو بالحمام؟ حمام ادي.
يدري بينا اجينا؟ لا ما يدري، بس من يقول مشرد يخاف طلع شاف مشرد. خلينا نشوف احمد، تعالوا يعني خلينا نشوف، يعني نحاول بلكت يعرفنا ما يعرفنا. كاكا عدي، شلونك كاكا؟ كاكا عدي، كاكا عدي بس طلع راسك احكي وياك. عدي طالب، السلام عليكم. طبعا احنا جيناك بوقت انت تستحم، لكن صدقني الجمهور يريد يعرف مشاعركم، انه بعد هالكرنفال العراقي اليوم وبعد هالنتيجه الحلوه والاجواء الجميله، انت اريدك تحكي مشاعرك. طبعا مشاعري من الحمام. ها؟ شنو؟ المشاعر حاره لو بارده؟ والله لا زين باردة. زين. والله الحقيقة يعني كان لنا الشرف انه نكون من ضمن المجموعة اللي مثلت المنتخب الوطني في هاي المناسبة الجميلة اللي نعتبرها مناسبة عزيزة على كل الرياضيين. حقيقة فرحنا الجمهور، يعني من شفنا الجمهور أول ما نزلنا الملعب، يعني جمهور وفي، جمهور عزيز، وهذا هو عهدنا بجمهورنا العراقي في كل المحافظات سواء بأربيل أو بالبصرة أو بغداد، وإن شاء الله بغداد راح يكون بعد أكثر وأكثر إن شاء الله. شو تقول للجمهور بغداد؟ والله نتمنى منهم أنه يحضرون ويشاهدون نجومهم، نجوم المنتخب، ويشجعون، وإن شاء الله يعني هاي مو المرة الأولى اللي راح تكون ولا الأخيرة، إن شاء الله راح تكون فاتحة خير على لاعبينا وعلى جمهورنا إن شاء الله. اكيد نتمنى ان شاء الله يا عدي انت وعلاء ان شاء الله تكونون مشاركين في مباراه بغداد. إن شاء الله يعني ماكو فرق، أي واحد موجود إن شاء الله، هي كوننا احنا بالمنتخب وهذا شرف لنا حقيقة. يلا اتركك تسبح هسه، وانا اسف عدي. يلا حبيبي، برخصتكم، مع السلامه. يلا احمد نروح ندور على غرف ان شاء الله. ما نسوي لقاء الا بالحمام. اها وقف، اقطع مرق. يلا احمد، وصلنا لاحد الغرف لاعبين منتخبنا الوطني، وبيها هالكرت بدلت هالكرت، وين رايح؟ والله نطلع غير جوعانين نريد نتعشى. انت هسه متلهف للجول اكثر لو للعشاء؟ ها؟ لا والله للجول. اي والله اكثر من العشاء. كان فرصة انه نقول ونفرح هاي الجمهور، بس الحمد لله الولد ما قصروا، يعني كأنه ما احنا مقولين. هالكرت هاي ريحه طيبه، شنو النوع اللي تستعمل اشاره؟ والله جاب لي اياه هوار من لبنان. من لبنان؟ اي يعني مو من يونان؟ لا من لبنان، لا من لبنان. من لبنان. اي تعرف اسمه؟ الريحة توم فورد. لا الجل. الجل لا والله هذا موجود. هسه شوف هوار. هوار زين بالانجليزي وهوار. يلا خلينا نشوف هوار. هو بالانجليزي زين هو. يلا نشوفهم. هوار دائما اكو معجبين شعرك وطريقه قصه شعرك، وهوايه من الشباب يقلدونك. شنو قصه الجل اللي تخلي شعرك؟ والله هذا الدهن هذا دائما هو مثل زيت. يعني ماكو منه بالعراق، بس ببيروت يعني اكو هذا. يعني انت تجيبه مخصوص لك؟ اي مخصوص. هل قلت ما اجيب له؟ يدوخك في الساعه يخابر يقول لك جيب لي. ولد جماعتنا يعني دائما خطي، هذا متاثر دائما. متعهد. اي هو خطيه مو كان بيروت، يعني ولد نشأت يعني هسه علاء عبد الزهره وسامر سعيد، يعني خطيه. اذا عندك مشروع جديد، انت راح تصير تاجر مال جل وعطور. والله احنا ما قلنا احنا هداء نجيب لهم. اي والله. اكيد بارك الله بك. الله يخليك يا شكرا. رب. هلا خلينا نشوف صالح سدير. اول شيء شلونك؟ حبيبي شام. اليوم انت حالك حال كل عراقي فرحان اكيد. لكن اريدك تحكي لي انه بعد دخولك للملعب وشفت هذا الجمهور الحاضر، يعني ايش صار مشاعرك شنو؟ شوف احنا يعني الجمهور هو من وجود الجمهور، احنا لاعبين اغلب اللاعبين لاعبين ضد الجمهور، خصوصا بالعراق بانديتنا لاعبين، بس تعرف مع المنتخب اول مره يصير هذا الشيء، خصوصا احنا كلاعبين يعني مع المنتخب اول مره نشارك بالعراق وبهي الجمهور. انت قلت لي اقطع كلامك، قلت لي هذا حلم راح يتحقق. اكيد هسه اقول لك انا هذا حلم تحقق مع المنتخب الوطني، والحمد لله والشكر تحقق، لعبنا ضد هذا الجمهور الغفير. اعتقد الحمد لله والشكر قدمنا شيء، بس ما يعني على الاقل فرحناهم. ها؟ وين؟ يعني هناك مداخله من هواء. اي تلعب يعني قدام جمهورك وبلدك، يعني يمكن مستحيل ان نعطي خساره ويا اي منتخب. يعني هوار وصالح تعلنون التحدي لاي منتخب يحضر في بغداد؟ مو بوسني احنا حاشيه كل فريق، اعتقد يعني مع احترامات كل المنتخبات وكل الدول، بس اي فريق يجي بالعراق ضد هاي الجمهور ويواجه صعوبات حيل. يعني احنا صعب نخسر، وهو يواجه صعوبات حيل،
بهاي جمهورنا صار لنا 4 سنوات يمكن 5